ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. لو انت عندك فيديو على القناه وعايزه تحذفيه، فانا هقولك ازاي تحذفيه مع القناه بطريقه سهله وبسيطه، وكمان الطريقه دي هي الصحيحه. دي كده واجهه التليفون بتاعنا. هنضغط على جوجل كروم، تمام، على الصفحه الرئيسيه لليوتيوب. تمام، لحد ما الصفحه تحمل. هنا الصفحه خلاص حملت معايا. الخطوه الثالثه هنضغط على الثلاث نقط اللي في التليفون على ايدك الشمال، الثلاث نقط اللي فوق بعض دول، وهنختار الموقع على كمبيوتر او ممكن على بعض التليفونات يكون مكتوب العرض باصدار سطح المكتب. تمام، نضغط عليها كده. التليفون هيتحول لك كانك بتشتغلي من على الكمبيوتر او اللاب، يعني لحد ما الصفحه تحمل. تمام كده يا بنات. بعد كده هنضغط على صوره القناه، بتبقى موجوده على الشمال في التليفون. نضغط على صوره القناه. بعد كده هنضغط على استوديو يوتيوب. دي رابع واحده في الخيارات، استوديو يوتيوب. دي كده لوحه البيانات الخاصه بالقناه بتاعتك. تمام، بعد كده هتضغطي هنا في على ايدك اليمين صورة القناة، وهنا بعد كده لوحة البيانات، وهنا تاني خيار اللي هو الفيديوهات. تمام، بتاعتك اللي بتبقى على القناة. تضغطي على الترس اللي هو الايه المحتوى. موجودة عندك الفيديوهات، موجودة عندك شورتز، البث المباشر، المنشورات، قوائم التشغيل، برامج البودكاست، الاعلانات الترويجية. الفيديو بقى، انت لو عايزه تحذفي فيديو من على الفيديوهات او عايزه تحذفي فيديو من على شورتز، انا هنا هحذف فيديو من على شورتز. الطريقه دي تنفع للفيديوهات وتنفع كمان للفيديوهات القصيره اللي هي شورتز. انا هنا عندي فيديو على الشورتز عايزه امسحه، هضغط هنا على الشورتز. تمام كده، هنا ظهر كل الفيديوهات اللي موجوده عندي على القناه بتاعه الشورتز. تمام، الفيديو بقى اللي انا عايزه احذفه ده، تمام، هضغط كده عليه. تمام، هيقولك مزيد من الاجراءات، يقولك ايه عايزه تحذفيه او عايزه تعملوا تعديل، فبراحتك انت. طبعا احنا عايزين نحذف الفيديو من على القناه بتاعتنا. هنضغط الحذف نهائيا، هنضغط الحذف نهائيا. جايلك هنا اهو علامه مربع فاضي. تمام، وبقول لك جنبه ايه: ادرك ان عمليه الحذف هذه نهائيه ولا يمكن التراجع عنها. نضغط عليها. هيظهر كده علامه صح في المربع. زي ما انتم شايفين المربع ده كان مش موجود فيه علامه الصح، احنا ضغطنا عليه لحد ما ظهر كده علامه الصح. مكتوب لك الغاء او الحذف نهائي. طبعا احنا عايزين نحذفه نهائي، فنضغط على الحذف نهائي. بيقول لك جاري الحذف من الفيديوهات، يمكنك مغادره هذه الشاشه اثناء الانتظار. يعني وانت بتحذفي لو عايزه تغادري الشاشه بتاعت المحتوى بتاعك، وبعد كده هو خلاص انت ضغطت عليه الحذف نهائي فيتحذف. اتمنى يكون الطريقه وصلت ليكي بشرح بسيط جدا. فلو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وكمان شير عشان كتير يستفيد، واشتراك في القناه اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.